هل فعلا كل القنوات اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي في المحتوى بتاعها بتقف ربح؟ وهل اليوتيوب ما بقاش يقبل الذكاء الاصطناعي؟ كل ده هنعرفه في الفيديو ده، وكمان هعرفك ازاي تستخدم موقع جاروك مجاني بعد ما بقى مدفوع، وكمان هديك موقع بديل علشان الطريقة دي لو مشتغلتش معاك يكون معاك موقع بديل تقدر تستخدمه وبيعمل نفس اللي بيعمله جاروك بالظبط. انزل دلوقتي اعمل لايك وكمل الفيديو للآخر علشان تستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله شنو، متخصص في صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي، ودلوقتي هجاوبك على السؤال اللي شاغل ناس كتير: هل فعلا اليوتيوب بقى بيوقف الربح على كل القنوات المعمولة بالذكاء الاصطناعي؟ الإجابة لا. هتقولي لكن في قنوات كتير وقفت ربح. هقولك عندك حق، في قنوات كتير فعلا وقفت ربح، بس السبب مش عشان هو مستخدم ذكاء اصطناعي، السبب علشان اللي هو بيعمله في الفيديو بتاعه. هديك مثال: طبعا كلنا عارفين المحتوى القطط. اي حد كان بيعمل محتوى القطط، اغلبيته مش كله، اغلبية الناس اللي كانت بتعمل محتوى القطط وقف الربح عندها. هتقولي ليه؟ هقولك علشان اليوتيوب نزل في الفترة الأخيرة ديت تحديث جديد. التحديث ده بيتكلم عن الأطفال والمحتوى اللي فيه قاصرون، وأغلبية الناس اللي كانت بتعمل المحتوى ده وقف الربح عندها بسبب المحتوى يكون فيه قاصرون. طب يعني ايه المحتوى فيه قاصرون؟ زي ما انتوا عارفين ان المحتوى القطط ده طبعا كان المحتوى كان فيه قطط صغيرة وبتتكلم بصوت أطفال، فاليوتيوب اعتبرها ان هي دي طفل. وطبعا القصة اللي كانت بتحصل في الفيديو ده قصة بيكون فيها مثلا ان الطفل ده في خطر او القط ده في خطر، فاليوتيوب شايف ان المحتوى ده فيه خطر على الاطفال، وان الاطفال شايفاه ان الاحداث اللي بتحصل دي ممكن تكون خطر عليها، فعشان كده اغلبية الناس اللي كانت بتعمل المحتوى ده وقف الربح عندها بسبب محتوى فيه قاصرون. تمام؟ مش عشان الذكاء الاصطناعي. وكمان حابب اعرفك مش بس الناس اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي وقف عندها الربح، لا، في ناس كتير وقف عندها الربح حتى لو هي مش مستخدمة الذكاء الاصطناعي خالص. اليوتيوب الفترة اللي فاتت ديت بقى بينزل تحديثات وسياسات يعني زعلت ناس كتير. مثلا في ناس وقف عندها الربح بسبب ان هو عامل عنوان مضلل. يعني العنوان اللي هو عامله مش بيعمل فيديو بيدل على العنوان اللي هو عامله، علشان يشد الجمهور بيعمل عنوان مضلل. طيب، وفي ناس كتير برضو وقف عندها الربح، ومش وقف عندها بس، ده اتحذفت الخالص، يعني قنوات اتحذفت من على اليوتيوب بسبب ان هو بيعمل برضو صورة مصغرة مضللة وعنوان مضلل. فالموضوع مش موضوع ذكاء اصطناعي، ومش موضوع ان انت مستعمل الذكاء الاصطناعي، لا، الموضوع سياسات. لو عرفت تستغل ان انت تعرف السياسات دي وتشتغل عليها هتشتغل عادي. فاهمني؟ وفي ناس كتير لحد الآن شغالة بالذكاء الاصطناعي والربح شغال عندها، ناس كتير، مش واحد ولا اتنين. وهديك مثال دلوقتي: قناة لسه مفعلة من أسبوعين، زي ما انت شايف قدامك كده، القناة ديت مفعلة من أسبوعين، والمحتوى معمول بالكامل بالذكاء الاصطناعي، محتوى ميسي وكريستيانو. زي ما انا حكيت في الفيديو اللي فات كده عن محتوى ميسي وكريستيانو، هو بيتقبل في الربح، لكن بيتقبل برضو بشروط ان هو ما يكونش فيه عنف، قصة، يكون فيه قصة في الموضوع، ما تعملش فيديوهات وتنزل وخلاص. الموضوع لازم تكون انت دارس كويس وبتشتغل بالذكاء الاصطناعي بكل احترافية علشان تتقبل في الربح. تمام؟ لحد الآن أنا شغال بالذكاء الاصطناعي وعامل كذا قناة بالذكاء الاصطناعي، أجنبية وعربية وشغالة. تفهمني؟ فالموضوع مش ذكاء اصطناعي، الموضوع ان انت تشتغل صح وهتعرف السياسات وتشتغل، ما تعملش مخالفات علشان ما تطلعش من الربح. الموضوع بكل اختصار: اشتغل صح، هتلاقي ان انت عادي هتخش هتتقبل في الربح. واليوتيوب عمره ما هيطلعك من شركاء يوتيوب غير ان انت هتعمل مخالفات زي ما انا قلت لك كده. تمام؟ تمام. كده الموضوع ده كده خلصنا منه، عشان في ناس كتير كانت بتسأل. الموضوع بقى اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي زي ما انت شايف قدامك كده،
ده موقع جاروك، وكلنا عارفين ان موقع جاروك في الفترة الاخيرة دي بقى مدفوع، ما بقاش يعمل فيديوهات خالص، ان لازم تدفع فلوس. زي ما انتوا شايفين كده، هنيجي نجرب مثلا نعمل فيديو. هنخش نكتب اي حاجة، مثلا هنكتب سيارة، تمام، ونبعت له كده، هيشوف هيعمل معانا ايه. زي ما انت شايف كده، قال لي لازم تشترك علشان يعمل لك الفيديو، الاشتراك $30. طيب هنعمل ايه علشان نستخدم جاروك يكون مجاني؟ بكل بساطة هنشغل في بي ان، بس هنشغل في بي ان على دولة معينة، لازم دولة معينة علشان تقدر الموقع يشتغل معاك، وهي زي ما انتوا شايفين كده الولايات المتحدة، نيويورك. تمام، الولايات المتحدة نيويورك، هندوس عليها. هنستنى لحد ما الفي بي ان يشتغل. تمام، والفي بي ان دوت هسيبهولك عندي في قناة التليجرام، هحط لك اللينك تحت او في اول تعليق مثبت، هحط لك اللينك، هتدخل عليه تحمل الفي بي ان ده. تمام، وتشغله على الولايات المتحدة نيويورك. وبعد كده هنيجي نعمل مثلا ريفرش كده للصفحة تاني. طيب زي ما انتوا شايفين، هنكتب مثلا اي حاجة، مثلا كتبت سيارة ماشية بسرعة، هنشوف هيشتغل ولا لا. زي ما انتوا شايفين كده الموقع اشتغل عادي، والفيديو بيتولد اهو قدامكم. وزي ما انتوا شايفين الفيديو ظهر قدامك اهو، انا كاتب له سيارة ماشية بسرعة، لكن هو مش عارف، عامل لي كوكب ارض ماشي بسرعة، فهو ما فهمش. الظاهر ما فهمش، بس مش موضوعنا ان هو يفهم ولا لا، موضوعنا ان هو الموقع شغال عادي، هو هيشتغل معاك عادي، لكن لازم تشغل في بي ان، وفي بي ان يكون كويس عشان يشتغل معاك. يلا تمام، بسرعة. هنروح للطريقة التانية، علشان في ناس كتير ما بتعرفش تستخدم الطريقة دي، او ما يلا بتستخدمش بسرعة. او الطريقة ما بتشتغلش معاها. الموقع اللي احنا هنستخدمه تاني هو موقع اكوين. تمام، زي ما انتوا شايفين كده، برضو الموقع ده شغال عادي، وهيشتغل معاك فيديوهات، وهيعمل معاك اي فيديو كنت بتعمله على موقع جاروك، زي مثلا كريستيانو رونالدو والصور. مفيش موقع بيعمل لك الفيديوهات دي غير اللي هو كان جاروك. تمام، اي موقع كان بيرفض. دلوقتي الموقع التاني ده هيشتغل معاك بنفس طريقة جاروك بالظبط، وهيقبل ان هو يحرك معاك، وهيقبل ان هو يعمل لك صور كمان، يعني تقدر من خلاله تعمل صور لكريستيانو رونالدو، وتعمل اي حاجة. تمام، تيجي نشوف كده، زي مثلا هنيجي نشوف الصور، مثلا هنقول له كريستيانو وميسي. هنستنى لحد ما الصورة تحمل معانا، هيشتغل معاك صور. وبرضو زي ما انتوا شايفين، عشان تشغلوا فيديوهات، هتدوس هنا برضو هيشتغل معاك فيديوهات، هتاخد الصورة تحركها تعمل الفيديو، هيشتغل معاك. وبرضو بيقبل ايميلات وهمية، علشان لو الكريدت بتاعتك خلصت، او الحصة بتاعتك اللي بتبقى يومية بتخلص، بتسجل خروج وبتدخل بإيميل وهمي، هيشتغل معاك، مفيش أي مشاكل. تمام، تيجي نشوف اهو، زي ما انتوا شايفين كده عمل لي كريستيانو وميسي. تمام، عشان انا كتبت له كريستيانو وميسي من غير تفاصيل، عملها لي زي ما انتوا شايفين كده. فالموضوع بسيط. لو ما اشتغلش معاك الموقع جاروكا، هتشتغل على موقع كوين بكل بساطة. ودلوقتي انا حابب اعرفك ان انا عامل خصم على الكورس 20%، كورس صناعة المحتوى، هتتعلم 80% من المحتويات اللي بالذكاء الاصطناعي على اليوتيوب. هتقدر تعمل اي محتوى انت عايزه، وفي تحديثات للكورس كمان، يعني هتستفاد من التحديث الجديد دوت. التحديث الجديد ده لو نزل، هي الكورس هيغلى. تمام، لكن انت لو خدته دلوقتي هتستفاد من التحديثات دي، تمام، مجاني. لكن لو انا نزلت التحديثات دي، الكورس هيكون هيغلى ثمنه، لان انا هنزل تحديثات على كذا محتوى. وبرضو
الكورس في جميع المواقع اللي بنشتغل عليها بتكون مجانية. تمام. وانا يعني بدور على المواقع المجانية علشان محدش يدفع فلوس في المواقع المدفوعة. لا، لما انت تكسب من المحتوى بتاعك تقدر تشترك، تقدر تعمل. وغير كده ما يعني لو عايز تشتغل على اي منصات تانية زي مثلا تيك توك، بيتا برضو بيديك فلوس، الفيسبوك برضو بيديك فلوس، مش شرط اليوتيوب يعني. الموضوع بسيط. الموضوع ان انت لازم تفهم ازاي تعمل صناعة محتوى او ازاي تنشئ محتوى الناس بتشوفه والناس بتحبه. تمام. وتعرف في اساسيات المحتوى. فبعد كده هتقدر تشتغل على اليوتيوب، هتقدر تشتغل على تيك توك، هتقدر تشتغل على الفيسبوك. الموضوع ان انت تقدر تعمل محتوى. وبعدين اليوتيوب دلوقتي مليان ناس كتير بتشرح لك ازاي تعمل محتوى. لكن انا ببقى معاك، بتابع معاك لو في حاجة وقفت معاك. بنشتغل مع بعض، نختار محتوى مع بعض. كل ده ببقى معاك في في الكورس. تمام. هتلاقي سايب الرقم بتاع الواتس تحت لو عايز تشترك. ادخل كلمني. تمام. واللينك اللي فيه الفي بي ان هتلاقيه برضو تحت على قناة التليجرام. خش حمله واشتغل. بس كده خلصنا الشرح. ولو استفدت من الفيديو اعمل لايك، ولو عايز تشوفني تاني اشترك في القناة وشير الفيديو لو عايز غيرك يستفيد. سلام.